أهلا أهلا بنات، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. إذا كنتوا أول مرة بتشوفوني لا تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب حتى تكبر قناتنا مع بعض. وإذا كنتوا من حبيباتي القدامى فأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. هذا الفيديو بلش بطريقة مختلفة عن الفيديوهات السابقة. أنا بالعادة ببلش في فنجان قهوة أو في نسكافيه، بس اليوم حبيت أخذكم معي على ريد تاج. آه، اس- اسم الله الصغار بيكبروا بسرعة، فما بتلاحقي تجيبي لهم الإشي إلا هو صغران عليهم. فلولو حبيبتي بوتها صغر عليها، يعني على الآخر خلاص بطل يجي على مقاس رجلها، فأخدناها على رتاق وجبنا لها بوت. والله يا بنات كتير عامل تنزيلات حلوة، وكتير عامل كولكشن رمضان يعني نازل وكتير حلو، وأسعاره كتير مناسبة. أنا ما لفيت فيه كتير منيح، ما صورت لكم كتير منيح لأنه كان عندنا مشوار بعدي، فعطول بس أخدنا البوت وطلعنا. بس إن شاء الله إذا حبيته بروح مرة تانية وبصور لكم. حلوة. عجبتك؟ عجبني. حلوة دي. هنا خطفت حالي خطف وجيت أتفرج على أواعي البنات. مو البنات يعني الصبايا. تركت زوجي بحاسة وقلت له بدي أتفرج. آه، في قلت لكم كتير في أشياء حلوة لرمضان. هذا الفستان كتير هيك تحسيه رمضاني، وسعره 100 ريال. يعني أسعار مناسبة والجودة كمان منيحة، وفي أشياء أرخص وفي أشياء أغلى حسب انتو شو بتختاروا. وبس حتى في مواعين في فوانيس، يعني تقريبا كل الكولكشن تبع رمضان نازل. أتوقع العيد كله حينشال، فاللي بيعجبها إشي يعني على طول تروح توصي عليه أو تجيبه. قسم الهوم عندهم كتير حلو متنوع، بس صراحة ما بعرف كيف الجودة وما عمري جربت أشتري منهم. إذا أنتوا جربتوا اكتبولي تحت في الكومنت، وإذا في إشي جودته حلوة وعجبتكم كمان اكتبولي تحت في الكومنت. وهلأ بعد ما خلصنا من ريد تاج روحنا على اللولو. هلأ هم يعني جنب بعض، ما في بينهم مسافة أبدا. فكان بدنا خبز وإيش كمان، يعني هيك أشياء كتير بسيطة، فجبناهم وعملنا هيك لفة سريعة وطلعنا. كتير بحب في اللولو هذا القسم تبع الفواكه وقسم المخبوزات. بحسني بلاقي حالي بقسم المخبوزات يا بنات، ما بعرف ليه كتير بحبه. بحب أمرق من عنده. حتى أول ما ندخل دايما على أي هايبر ماركت يعني بتكون ريحة المخبوزات مع بيوته، فأنا كتير بحس بالدفى بهاي اللحظة. كتير حبيت إنه إذا كان معك أقل من 10 قطع ما في داعي تصفي على اللاين وتحاسبي انت الكاشير، بتحاسبي هون لحالك. فحبيت صراحة. أول مرة بشوفه يعني في هايبر ماركت، يعني أنا كنت في ينبع ما كان موجود عندنا. وبس هنا كان غدانا بعد ما روحنا من اللولو ومن من رتاق. هلأ هلأ تاني نهار
حكت معي صاحبتي، هي يعني صديقتي هون في الغربة، وقالت لي إنه أروح أسهر عندها. فقلت لها تمام. فمن حد ما صحيت الصبح قلت بدي أخذ معي خلية نحل في العسل والحليب المكثف. فقلت خليني أعمل عجينة. هلا يا بنات بكمل لكم. بس يا بنات أنا شفت على الانستجرام إنه العجن ما بيكون بهاي الراس اللي مثل الخطافة، لا بيكون بالراس التاني، وفعلا عجنت فيها كانت نتيجة العجينة أفضل. هلا أنا كنت راح أحشي الخلية جبنة مكعبات، فقلت بدي أقطع الجبنة. مسحت السكينة في زيت قلي مثل ما انتم شايفين. وبعدين بلشت إني أقطع في الجبنة. هلا ممكن انتوا يعني ما تحطوا كل هاي المكعبات فوق بعض، بتكون أسهل عملية التقطيع. بس إنك تحطي فيها زيت وتقطعي كتير يعني فعالة هاي الطريقة. اعمل لي كيكة جبنة. Happy birthday to you. وهون الحمد لله بعد ما تخمرت العجينة وارتاحت، قلت خليني أبلش أعمل في آه الخلية، يعني أبلش أحشيها وأكورها وأحطها بالصينية مشان أخبزها. هلا أخدت هيك كرة حجم متوسط، أو خلينا نقول يعني مايل لأنه صغير أكتر. بعدين حطيت فيها جبنة وكورتها وحطيتها على طول في صينية الخبز. وهي صينية الخبز نفس الصينية اللي كان بدي أخد فيها الحلو. ف ايه طبعا انا ما صورت لما حطيتها بالفرن وشو دهنت وجهها وهيك. بس انا دهنت وجهها صفار بيضة مع خل، وحطيت على الوجه سمسم وحبة البركة، وخبزتهم. أول ما أخدت لون من تحت عطول طفيت عنها وشغلت عليها الشواية أو الفرن من فوق. و إيش كمان، ولما طلعت من الفرن حطيت عليها عسل وحطيت عليها حليب آه، مكثف محلى. شوفوا يا بنات كيف كانت هشة وطرية، بس هون كانت كتير سخنة صراحة، ما كنت قادرة أمسكها منيح. بس يعني هاي كانت النتيجة تبعتها. هديتك يا أمي. هون لما اجيت اطلع عندها ما شاء الله تبارك الرحمن كانت الدنيا مطر. كان إلها 3 أيام عنا في الجبال ما وقفت ترشرش ومطر، ما شاء الله تبارك الرحمن. وهون هي كانت عاملة قالب الكيك هاد، كان كتير زاكي وكتير كتير انبسطنا عندك حبيبة قلبي. يسلم ايديكي على كل اشي، واكيد كتير انبسطنا لما جينا عندك. في جنب البيت ممشى كبير وحلو، وأعادوا ترميم الكيدز اريا اللي فيه من جديد. فأخدنا البنات عشان نلعبهم شوية آخر اليوم. قلنا بغيروا جو. صراحة كتير انبسطوا ولعبوا كتير مع الصغار. بتعرفوا هون بالغربة ما في كتير صغار، فصراحة أي فرصة إنه يختلطوا البنات مع الصغار أنا ما بحكي لا يعني. ف انبسطوا وغيروا جو، بس كان الجو كتير كتير بارد وكمان كان في هوا قوي. فصراحة احنا ما طولنا، يعني يمكن بس نص ساعة وروحنا لأنه ما تحملنا الهوا. يعني للحظة حسيت حالي بعمان من كتر ما كان الجو بارد. وبس يا بنات لهون بكون وصلنا لآخر الفيديو. لا تنسوا تدعموني باللايك وبالكومنت وفي الاشتراك مشان أضل مستمرة. بشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.